تدرون الإمام علي عليه السلام عنده كومة معجزاته ما تنعد. يعني على سبيل المثال الإمام علي عليه السلام اتحكم بالشمس. نحكي على معجزة رد الشمس. طبعا هاي المعجزة اللي راح احكيها لكم صارت مرتين ويا الإمام علي عليه السلام. بيوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر، فورا ما كمل صلاته اجى الإمام علي عليه السلام، فالنبي محمد نام على حجر الإمام علي عليه السلام، يعني نام على حضنه أو على كتفه، احسبها شلون ما تحسبها. فمن نام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حجر الإمام علي عليه السلام، الإمام علي ما راد يقعد النبي، فظل النبي نايم لحد ما غابت الشمس. فقعد النبي وقال للإمام علي عليه السلام، قال له: يا علي هل صليت العصر؟ فجاوبه قال له: لا يا رسول الله. فالنبي شاف الشمس غابت، يعني الصلاة فاتت الإمام علي عليه السلام. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين وقال: اللهم إن علي كان في طاعتك فاردد عليه الشمس. الرواية تقول فرجعت الشمس طلعت حتى بس يصلي الإمام علي عليه السلام.